ازيكم يا حلوين؟ معاكم منى حسن في فيديو جديد، وصفة جديدة. صلوا على النبي يا جماعة، بنية ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجة اللي نفسه فيها وبيتمناها. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة عندي من كلمة اشتراك تحت الفيديو او كلمة سبسكرايب، واكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زيكم شجعوني، وكمان حطوا لي لايكات حلوة كتير زيكم. تمام. هنا بقى النهارده هعمل معاكم مولتو، وصفة حلوة وسهلة وسريعة. معايا هنا كده كوبايتين دقيق، انا عايرت بالكوباية اللي انا وريتها لكم دي. حطيت عليهم معلقتين لبن بودر. تمام. وكمان هحط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه مليانه بس معلقه صغيره من هي بتاعه الشاي دي بيكنج باودر، ومعلقه زيها خميره. تمام. ومعايا كمان علبة زبادي كده. برضو هي علبة الزبادي دي لو عندك علبة كاملة حطيها، بس العلبة دي كانت ناقص يعني متاخد منها معلقة كده فحطيتها برضو عادي يعني. علبة زبادي معاكم اهو. وهبدأ بقى ان انا كمان هحط ذرة ملح، واحط معلقة كبيرة سكر. انا حطيت سكر بحيث ان انا يعني العجينة نفسها يبقى مطعمة كده ومسكرة، يعني مش هاخد بس الحاجات المسكرة من الشوكولاتة. معلقة السكر دي عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة خلاص براحتك، بس انا حطيتها وادتني طعم حلو والنتيجة حلوة. تمام. هقلب بقى كده المكونات دي كلها في بعضها، يبقى كوبايتين دقيق وعلبة زبادي ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة خميرة وذرة ملح ومعلقة سكر. تمام. هبدأ بقى كده ان انا اعجن بمية دافية علشان الخميرة. انا كنت جايبة دي نفس الكوباية اللي انا عارتي بيها الدقيق. تمام. المية دي كانت دافية، هي خدت مني بس نص كوباية، فانتي زودي شوية بشوية. ممكن دقيق ياخد اكتر، ياخد ميه اكتر، ممكن دقيق ياخد ميه اقل، على حسب نوع الدقيق عندك. بس انا الدقيق اللي عندي خد هي بس نص كوبايه، انا عجنتي بيها العجينه دي. هي عجينه المولتو بتبقى يعني هي لما نفسها بس ملزقه شويه، هي لازم تبقى ملزقه شويه. تمام. انا كده بس هعجن، انتي هتفضلي تعجني فيها يعني ايه من 7 ل10 دقايق. بتعجني بس في العجينه، متزهقيش، علشان تاخدي بس نتيجه كويسه. انا كمان هنا علشان اعجنها حلو هبدأ احط شوية دقيق كده على الرخامة، وهبدأ ان انا اعجن فيهم بره الطبق يعني. انا بوريكم ان العجينة ملزقة في ايدي، هي مش سايبة ايدي، مش لما الطبق، لا هي ملزقة. وهي احنا عايزينها كده، عايزينها تبقى ملزقة، فانتي ما تقوليش ان هي ملزقة فهتزودي دقيق، لا. هي بتبقى ملزقة كده بس لما في نفس الوقت لما نفسها. انت هتشوفوا معايا دلوقتي قوام العجينة. بص انا بوريكم العجينة عاملة ازاي، هي ناعمة ناعمة بس ايه ملزقة. جربوا الوصفة دي بإذن الله هتعجبكم. تديها بقى لأطفالك في لانش بوكس، ياخدوها كده في نص اليوم كسناك كده ياكلوا منها، بدل يعني كيس المولتو أصلا هو فيه 4 وحدات تقريبا، معرفش ب3 جنيه ولا ب4 جنيه او ب5 جنيه كمان، ممكن يكون وصل 5 جنيه دلوقتي. اصل كل يوم سعر جديد للحاجة يعني. فاللي هو عامل لهم كوبايتين دقيق يعني ما شاء الله، عملوا معايا كمية حلوة كمية حلوة، يعني تكفي مثلا حوالي عن 3 4 اطفال يعني ياكلوا فيهم كده او اكتر كمان، ممكن يكفوك مثلا يومين ولا حاجة بياكلوا فيهم. تمام. لو انتي بقى من الناس اللي هي مش بتديهم حلويات كتير او سكر كتير والحاجات دي، فممكن مثلا 3 4 ايام كل يوم مثلا ياخدوا واحدة ولا اتنين، فهتبقى حلوة قوي يعني. تمام. انا هنا كده فضلت اعجن في العجينة كويس، وهبدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها بس ترتاح حوالي عن نص ساعة. ماشي. هنا بقى كده العجينه اهو سبتها كانت ارتاحت شويه. هبقى بقى انا كان معايا الشوكولاته اللي انا كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، هسيبه لكم في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت. كنت عامله الشوكولاته الخام عاملاها شوكولاته شيبس، فانا هعمل بيها دلوقتي المولتو. تمام. هبدأ بقى كده ان انا افرد شويه دقيق شويه دقيق على الرخامه، وهبدأ ان انا ايه افرد في العجينه. انتي بترفعي العجينه على قد ما بتقدري. تمام. بس انا كان عندي بقى الرخامه ضيقه، فالدنيا كانت مزنقه معايا شويه يعني. بس الحمد لله في الاخر هوصل لنتيجه كويسه يعني. ربنا يوسع علينا كلنا يا رب. هنا اهو هبدأ ان انا افرد العجينه حلو. انتي بتاخدي في فرد العجينه، بتاخدي من النص على بره، من النص على بره، علشان تحاولي ان انتي تعمليها دايره كده يعني متساويه. يعني هي عندي كانت مش متساويه قوي، بس يعني حلوه كانت شغاله. انتي بتاخدي من النص لبره، من النص لبره.
وكمان البتاع اللي انا بفرد بيها دي كانت مضايقاني. انا عايزه اجيب فيه كده حاجه شفتها كانها عجله، باذن الله لو لقيتها في اي حته هجيبها. هنا بقى كده دي كنت بقطع بقى العجينه بسكينه حاميه او بالبتاع اللي هي بتاعه البيتزا دي، بتقطعها بقى بالشكل ده. احنا هنعمله مولتو صغير اللي هو زي المولتو اللي بنشتريه في الكيس. انتي بقى عايزه تكبري التقطيع شويه وتعمليه كبير زي الكرواسون كده براحتك، بس انا هعمله زي المولتو اللي هو المولتو الصغير اللي احنا بنشتريه عادي من السوبر ماركت. اقطع بقى العجينه كده زي ما قلتلك، الكوبايتين دقيق ما شاء الله رموا معايا كميه حلوه. هقطعها كده مثلثات وهبدأ بقى الشوكولاتة هي زي ما قلتلكوا. هسيب لكم الفيديو تدخلوا شوفوها انا عملتها ازاي، وكمان برضو قريب هعمل منها برضو وصفة كمان بإذن الله تعجبكم يعني. هبدأ بقى احط كده شوكولاتة في كل حتة عجينة. ممكن الشوكولاتة دي لو انتي ما عندكيش شوكولاتة ممكن تجيبي حليب لبن يعني. يعني كوباية لبن وتحطي عليها معلقتين كاكاو، وتحطي عليها كوباية لبن وكوباية سكر ومعلقتين كاكاو كبار، بس الكاكاو يبقى حلو يعني، وكوباية زيت. بس الزيت بتنزلي بتحطي اللبن، كوباية اللبن وكوباية السكر ومعلقتين الكاكاو في الخلاط، تمام، وبتنزلي عليهم بكوباية الزيت سرسوب خفيف قوي قوي في الخلاط، بتديكي قوام شوكولاتة تحفة قوي، وبيكون طعمها حلو قوي كمان ولذيذ. بس انتي اختاري كاكاو نوع حلو،